أم بندر من السعودية. تفضل يا أم بندر. أم بندر، يعني أنت لن تعرضي مرضا، لكن أنا اسمحي لي أن أسألك، أنت معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أم بندر، أنت يعني قمت باستخدام العسل على السرة على أكثر من شخص، لو تذكرين لنا بإيجاز عن المواقف التي استخدمت فيها العسل على السرة ومدى الاستفادة منها. لا، خلها تاخذ راحتها اساس ايش يستفيد الناس. لا، باقي 10 دقائق في الإجماع. لا، قطعوا علينا. الله يهديك. تفضل يا أم بندر. تفضل يا أم بندر. أول شيء أنا استعملته قبل أنصح بأحد، استعملته أسبوعين. نعم. استخدمتيه شخصيا؟ ايوه، انا استخدمته شخصيا للقولون العصبي. نعم. والحمد لله يعني تحسنت، لاحظت عليه تحسن في الاعراض حقته، ونصحت بها اقاربي. نعم. واستعملناه يعني يمكن نصفهم ما كان عندهم ثقة انه بيجيب المفعول هذا، بس نعم. بعد ما شافوا مفعوله مع اللي استعملوه تشجعوا واستعملوه. احنا استعملناه يمكن 25 شخص. 25 شخص. أنا ابتديت قبلهم بأسبوعين. نعم. الملاحظات اللي أنا لاحظتها عليهم، نعم. مرضى السكر تحسنوا 75%. نعم. في منهم اللي كان 400 والحمد لله بعد شهر الحين صار 120. ما شاء الله ما شاء الله. مرضى الضغط 75% تحسنوا، وراحت آلام الأكتاف عندهم. نعم. الربو 100% تحسن. نعم. وأولهم طفل عمره 12 سنة، من أول مرة بعد الاستعمال بساعتين استفرغ وسهل مرة أكرمكم الله، وبعدها خلاص الحين يمكن 3 أسابيع ما استعمل أكسجين. وهو كان 3 سنوات على الأكسجين. نعم. حتى في الليل وهو نايم. من ثاني مرة؟ من أول مرة بعد ما حطت أمه بساعتين بس. صارت له الحالة كذا. نعم. رجع وبعدها الحمد لله الدوار وعدم الاتزان الحمد لله اختفت عندهم 100% من بعد شهر. نعم. احنا لنا الحين يمكن شهرين واسبوع على الكلام هذا. آلام الركب شد عليهم الألم 3 أيام مع احمرار في باطن الفخذ. وبعدها الحمد لله كان عندهم خشونة في الركبة. وبعدها الحمد لله تحسنوا 100%. نعم. يعني بالبداية كانت الأعراض سلبية، أولا احمرار وآلام، وبعد ذلك زالت وانحلت المشكلة. أنا أول واحدة اللي والله إنه صار لي أعراض يعني شديدة، لو كان حد غيري ما أتحملها. نعم. بس أنا سمعت الدكتور قال إذا كان الواحد صار له أعراض هذا يعني إنه في تفاعل إيجابي. أيوة، فإن هذا يعني منه فائدة. نعم. في يستمر عليه. الجيوب الأنفية تحسنت عندهم، ويعني مرة كانت متسكرة الجيوب الأنفية عندهم والتهاب مستمر. طلع لهم حاجة غريبة إنها طلع سائل كثيف، كان هذا هو اللي مضايقهم، وتحسنوا بعدها. نعم. الفقرات القطنية شد عليهم الألم، واحدة منهم شد عليها الألم 3 أسابيع طريحة الفراش. نعم. وبعدها الحمد لله تحسنت، الحين تمشي. هي كانت تستعمل مشد، كانت ما تمشي إلا بمشد، لا يمكن 10 سنوات من آلام الظهر عندها. نعم. الضغط في الفقرات، وتحسنت الحمد لله الحين يمكن 75%. طيب يا أم بندر، هذه الأمراض اللي ذكرتيها، وأنا متأكد في أشياء أخرى أيضا، يعني ما شاء الله استخدمتي على 25 شخص. هل كانت أيضا في عمليات التدليك أو التدليكات مصحوبة معها، ولا كانت فقط باستخدام العسل؟ لا والله حد يستعمل التدليكات، حد أنا يعني ما ركزت عليهم أسألهم عنه إلا عن العسل هذا اللي يستعملونه. طيب أعمارهم كم أعمارهم؟ ذكرتي الطفل اللي عمره 12 سنة في الربو، البقية كم أعمارهم؟ تتراوح بين كم وكم؟ أصغر واحد عندنا استعملناه له كان عمره 8 شهور. ايش مشكلته؟ ايش مشكلته هذا؟ كان عنده بلغم في الصدر. بلغم في الصدر. ايوه، وخرجه والحمد لله تحسن. نعم. طيب أكبرهم يمكن 75-80 سنة. وكانت مشكلته ايش؟ هذه كانت المشكلة عندها ان السكر عندها 400 يمكن 10 سنوات. الله أكبر. بعد صار عندها ضعف في النظر.
ما سووا لها عملية عشان السكر كان مرتفع عندها. والحمد لله الحين السكر عندها 120 وسوت عملية تشطيب وتحسنت الرؤية عندها والحمد لله. الحمد لله. طيب أم بندر، يعني هذا الكلام اللي تتحدثين عنه في آخر شهر ولا منذ مدة؟ والله أنا أول واحدة استعملته بالحين لي 2 شهر و6 أيام. نعم، يعني مع بداية البرنامج تقريبا. هم استعملوا بعدي بأسبوعين. أنا استعملت قبلهم كلهم أسبوعين ونصحتهم به لأني شفت التحسن. نعم. بعد ما استعملته. طيب، وأنت ما زلتي مداومة عليه؟ إيه الحمد لله، للحين أنا مستمرة وكلمت الدكتور وقال لي استمر 3 شهور. نعم. طيب يا أخت أم بندر، أنا بسألك سؤال، أنت إيش مشكلة القولون اللي كان، إيش الآلام اللي كانت فيه؟ هل لها كان سبب معين؟ والله كان عندي قولون مستمر هضمي وقولون عصبي، وكان عندي أميبا متحوصلة. نعم. أميبا متكيسة. من كم سنة هذه المشاكل؟ والله المشاكل هذه يمكن حوالي 20 سنة. الله أكبر. طيب بعد ما حسيت انك طبتي، هل حللتي شفت الاميبا المتحوصله موجوده ولا مش موجوده؟ ايوه اقسم بالله حللت وطلعت سليمه، احمد الله واشكره. فضل من الله عز وجل، نسال الله ان يبارك لك في عمرك وان يشفيك ويشفي مرضى المسلمين ويشفي اقاربك كلهم وجميع المسلمين. وهذه الفوائد التي قدمتها كبيره جدا. لكن ابي تذكري لي قصه المراه اللي كان عندها فقرات، تقولي بعد ما استخدمت العسل على السره صارت ما تتحرك، شد عليها الالم، بعدين ايش صار معها بعد 3 أسابيع؟ والله توني مسكرة منها الحين. نعم. الحمد لله صارت تمشي. الحمد لله. من 10 سنوات الفقرات عندها تعبانة. نعم. وصارت تلبس حزام. بعد ما استعملتها 3 أسابيع وهي طريحة الفراش. كم عمرها هذه يا أم بندر؟ 55. نعم. بعد 3 أسابيع ايش صار معها؟ بعد 3 أسابيع نامت ليلة وكان هادية، يعني الآلام عندها، وصحيت الصباح كأنه مصبوب عليها جرك الموية. نعم. عرق. وبعدها الحمد لله قامت هي من نفسها ومشت، والحين لها يمكن 4 أيام أو 5 أيام الحمد لله، كل يوم أحسن من الأول. نعم. الحمد لله. وأقسم بالله أنا ما استعملت معاه لا أدوية ولا أي شيء. طيب يا أم بندر، اسمحي لي، أنا الوقت الحقيقة أنا مستمتع بكلامك، يعني هذه أمور جيدة وإيجابية جدا وتفيد الناس، لكن اسمحي لي أنا ما عندي وقت، لذلك أريد أن تعيدينا بأن تزودين بالنتائج بعد 2 أسبوعين، يعني مش الحلقة القادمة اللي بعدها، نريد أن نتصل بك وأن يعني تعطينا نتائج على هؤلاء الأشخاص، ولو كان في أيضا آخرين استخدمتي معهم هذه الطريقة وعلمتين بهذه الطريقة. أشكرك جدا يا أم بندر، ويعني عذريني فالوقت لا يسعني.